ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، والنهارده هنكمل مع بعض شرح الاكسل في الداتا اناليسز. ودي هتبقى سيشن 2 في الاكسل. فيلا بينا نبدأ. طيب، السيشن النهارده هنتكلم فيها عن functions advanced شوية، زي if و and و or و if. فيلا بينا نبدأ كده مع بعض واحدة واحدة. طيب، الشيت اللي معايا ده طبعا هنزل لكم الشيت ده في الديسكريبشن، يعني هتلاقوا اللينك بتاعه عشان تحملوه تقدروا تشتغلوا معايا عليه. الشيت هنا هيبقى معانا الداتا دي، معانا الفول نيم والفيرست نيم واللاست نيم والكوست والنمبر اوف ايتمز والتوتال كوست. طيب، محتاجين هنا مننا بيقول لك calculate the shipping cost if the total cost is greater than 80. نحسب الشيبنج هنا امتى؟ لو الكوست اكتر من 80 هنطبق 5% على على الكوست دي. طب لو غير كده، يعني لو اقل من 80 هنطبق كام؟ 10%. طيب، فخلينا نعمل هنا اول حاجه، هنعمل equal ونقول if. ايه اللوجيكال تيست بتاعنا؟ ايه الحاجه اللي احنا هنعمل لها تيست؟ اللي هي لو الحاجه دي اكبر من 80، فاحنا هنروح هنا على السيل دي. فاحنا هنا هنعمل ان الاف، ونروح لللوجيكال تيست بتاعنا اللي هو زي ما قلنا هنا ال 80 او التوتال كوست greater than 80 او اكبر من 80. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ هنطبق عليه اللي هو قلنا لو دي اكبر من 80 يبقى ايه اللي هيحصل؟ ندي كوما، يقول لك الفاليو اف ترو. طيب، ايه اللي هيحصل لو الفاليو دي ترو؟ قلنا هنطبق عليه كام؟ 5%. يعني هيبقى ده في 5%. يبقى ده في 5%. otherwise، او لو الحاجة دي مش 80، او لو الحاجة دي مش اعلى من 80 نعمل ايه؟ هنعمل ان هنطبق عليها 10% لو هي اقل من 80 او بتساوي 80 كمان. يبقى هنقول ان دي الفاليو دي في ال10%، وبس كده. فلما نيجي نعمل كده اهو، ندوس مرتين هنا كده، هيطبق الكلام ده كله ايه هنا على كل الحاجات. طيب، التوتال عايزين نحسب التوتال بتاع كله بقى. التوتال سهل قوي، انت هتقول الصم ايكوال الصم بتاع ده بلس ده. تعمل كده اهو وتنزل برضو بيهم كلهم، وكده يبقى جبنا ايه؟ الصم والشيبنج. يبقى كده تمام. ندخل على اللي بعدها وهي الاند. طيب، يعني ايه اند باللغة العربية؟ يعني مش او. خلي بالك عشان دي بتلخبط. يعني اند يعني لازم الحاجتين يتنفذوا عشان الحاجة دي تتحقق. انما لو اور لا، هيقول لك لا. يعني اور حاجة بس اللي تتنفذ عشان يبقى ترو. انما اند لازم الاتنين يتنفذوا عشان يبقى ترو. طيب، تعالوا هنا ايه نشوف بيقول لنا ايه. بيقول لك use if and يعني هنستخدم هنا if و and عشان نتشيك لو الستودنت نجح في الانجليش والعربي مع الاتنين مع بعض يبقى هو ناجح، لو لا يبقى سقط. يعني لازم ينجح في الاتنين مع بعض عشان ينجح. فاحنا نيجي هنا في الريزلت ونقول equal if. حط if الاول، وبعد كده اللوجيكال تيست بتاعنا هيبقى باند. اند ايه؟ اللوجيكال تيست 1 اللي هو بيقول لك لو نجح. طب ينجح ازاي؟ هينجح لو جاب في الانجليش 75 او اكتر، وفي العربي 65 او اكتر. فاحنا هنقول هنا. طيب، هنا اللوجيكال 1 احنا عايزين نحسب ان الانجليش ما يعني ان الانجليش يبقى يا اما 75 يا اما اكتر من 75 عشان ينجح. فاحنا هنيجي هنا على اول واحد الانجليش، نروح دايسين كده اهو. لو اكبر من او يساوي كام؟ ال 75 دي، هنثبت دي. هنثبتها. طب ليه هنثبتها؟ عشان هي تحتها مفيش حاجه، فانت لما تيجي تنزل بالفانكشن هينزل على الابيض، فمش هيحسب حاجه هنا. فاحنا هنثبتها ب F4. هتتثبت معاك، او تحط قبل كل كولوم ورو
هتحط الدولار ساين. تمام. تمام، ده لوجيكال تيست 1. طب لوجيكال تيست 2 اللي هو وي، يعني ايه اللي يعني اول حاجه حققناها. طيب اهو هو نجح في الانجليش يا عم، ايه تاني؟ اللي هو ينجح في العربي. فاحنا هنجيب العربي هنا ونقول لو اكبر من او يساوي العربي، ونثبته برضه، وبعد كده هتقفل عادي ونكمل الاف بتاعتنا. انت لو تلاحظ احنا لسه في الاند، لسه في الفاليو اف ترو والفاليو اف فولس. طيب اول حاجه الفاليو اف ترو، لو الاتنين اتحققوا مع بعض ايه اللي هيحصل؟ يبقى الراجل ده ايه؟ ناجح. طيب لو في واحده اتحققت وواحده لا، او الاتنين ما اتحققوش، يبقى ايه؟ يبقى الراجل ده سقط. تمام، وتدوس انتر وانتر وتشد الايه الفانكشن معاك كده، هتلاقي كله نزل معاك. لما تيجي تتشيك هتيجي اهو 70 75 55 ده سقط. طب ده نجح في العربي هنا اهو، بس في الانجليش سقط، فيبقى سقط. فهمتوا الحته دي؟ فهي دي الفكره بتاعت اند، وكمان دخلنا معاها اف. طيب خلينا ندخل على اللي بعده وهو اور. اور بقى عكس اند، يعني اور او. فانت لازم شرط واحد من الشروط اللي انت حاططها يتحقق عشان عشان اور تبقى صح معاك، او عشان اور تتحقق. فاحنا عندنا نفس المثال اللي فات، بتاع اند بس على اور المره دي. طيب هنستخدم اور ازاي؟ هنعرف دلوقتي زي المثال اللي فات بالظبط، اور واف مع بعض. فاحنا هنعمل ايكوال واف بتاعتنا اهي، وندخل على اللوجيكال تيست اللي هيبقى جواه ايه؟ الاور. اللوجيكال 1 ايه الحاجه اللي انت هتست عليها؟ اول حاجه الانجليش بتاعك لو اكبر من او بيساوي ال 75، وتثبت ال 75 عشان ما ينزلش على الابيض ده ويعمل لك مشاكل. بعد كده كوما لوجيكال 2 اللي هو العربي اكبر من او يساوي هنا ال 65، فتقفل القوس وتدخل بقى على الفاليو اف ترو والفاليو اف فولس. لو الاور دي طلع منها ان الفاليو ترو، يبقى ايه؟ يكتب ايه؟ يكتب لك ان الراجل ده والحمد لله نجح. طب لو لا، يبقى هو للاسف الشديد، تزعلوش مني، سقط للاسف. يبقى هو فيلد كده. تمام. هتيجي هنا زي المره اللي فاتت وتشد، هتلاقي كله ايه؟ نزل معاك صح. هنا دي ليه كله باص؟ عشان لو واحده زي ما قلنا ما اتحققتش عادي، انما غير اند لازم الاثنين يتحققوا، انما اور لازم واحده بس اللي تتحقق عشان يبقى ترو. طيب تعالوا معانا بقى نطلع قدام شويه في حاجه ادفانسد شويه، وهي الافس او جمع اف عشان مش عارف اقولها. فهي الافس. طيب الافس دي بيبقى انت معاك كذا كونديشن، معكش يعني ما عندكش لوجيكال تيست واحد بس انت عايز تيست عليه، انت عندك كذا لوجيكال تيست. فعشان كده بنستخدم الاف. عندنا هنا النيم والسيلز، يعني الاسم بتاع الواحد وهو باع بقد ايه. تمام. فاحنا عايزين نقول ان هو مثلا لو باع ب 5000، يبقى ايه؟ يبقى يتحط عليه 5%. طب لو باع ب 6 6%، لو باع ب 7 7%، لو باع ب 8 8%. فده مش هنعرف نعمله باف واحده، عشان احنا عندنا اكتر من لوجيكال تيست. فعشان كده جت افس. طيب لوجيكال تيست 1 في بقى هنا تركايه. التركايه اللي هي انت ما ينفعش تاخد من الصغير للكبير في حاجه زي كده، لازم تاخد من الكبير للصغير. لان انت لو قلت له ان لو هو باع ب 5000، طب ما هو ممكن يكون باع بستة مش بخمسه بس، فهيخش على ال 5000 الاول، لان هو بيخش على لوجيكال تيست يعني بيخش على واحد واحد، ما بيروحش يدور هو فين بالظبط. فاهمني؟ فلو هو مثلا باع بستة، فهو هيخش اول حاجه على ايه؟ على الخمسه. فهو باع بخمسه او اكتر، فهنا هياخد بتاعه الخمسه، فمش هيبقى ليها لازمه. فاهمني؟ هيبقى كلها هتاخد بتاعه الخمسه. فاحنا خلينا نعمل اول حاجه من اكبر حاجه اللي هي الثمانيه، 8000. فعايزين نقول له لو هو باع ب 8، يبقى او لا مؤاخذه يبقى عايزين نقول له ان هنا دي لو اكبر من او بتساوي 8، يبقى ايه؟ يبقى الفاليو اوف ترو ان هو يا معلم
تحت، نسينا نثبت ال 8000. خلي بالك لازم تثبتها عشان ما ينزلش تحت على السيلز الفاضي. طيب الفاليو اف ترو، ايه اللي هيحصل؟ اللي هو باع ب 8000، يبقى هو هياخد على دي نضربها له في كام؟ في 8%، ونثبت ال 8% عشان ما تنزلش معانا. طيب لوجيكال تيست 2، لو ده نفس الراجل ده لو اكبر من او بيساوي 7، لو باع باكبر من او سبعة او يساوي 7000، ونثبت ال 7000، نقول له ايه؟ لو الفاليو اف ترو، والله يا عم اديله 7% من 7000 دي، يبقى دي في 7% ونثبتها. اللي بعده لوجيكال تيست 3. طب لو هو يا معلم باع، لو بي 2 دي اكبر من او تساوي 6، ونثبت ال6. خلي بالكم في موضوع التثبيت مهم جدا، ونثبت ال6. فدلوقتي تقول له ايه؟ تقول له اضرب لي اللي هو باع بيه هنا ده في 6%، ثبت ال6. تيجي لاخر واحدة اللي هو لو باع بدي اكبر من او بتساوي 5، يبقى ايه؟ احنا ما ثبتناش ال5، خلينا نثبتها. يبقى ياخد هنا دي في، ننزل سهم كده ونعمل، انا نزلت هنا يا جماعة سهم عشان اجيب ال5% عشان مش باين عندي، ونثبتها كمان. طيب لو هو غير كل ده، فهنقول له هو في الحالة اللي هو غير كل ده يبقى اقل من 5. فهنقول له لو ده اقل من 5، يبقى ثبت دي كده. يبقى ايه يا معلم؟ لو اقل من 5 قول له مالكش ايه، يبقى انت مالكش كوميشن لو اقل من 5. وتيجي كده ونجرب ونشوف. زي ما احنا شايفين ادي ده 4200 فمالوش كوميشن، 8200 ضرب دي في 8% فطلع له 656، وهكذا. دي الفكرة بتاعة الافس، واتوقع ان هي بسيطة يعني ما فيهاش اي مشكلة. فخلينا لحد هنا كده نخلي الفيديو ده عشان خدنا فيه فانكشنز ممكن تبقى ادفانسد شوية، بس ان شاء الله راجعوها كده واحدة واحدة، وحاول تطبق الموضوع اكتر من مرة، وانت ان شاء الله هتتعود عليه. وبس كده. وكان معكم عمر، والسلام عليكم.